ايه ولا غريم الحلاوه دي؟ ايه الولا امام عاشور ده؟ انت سبته ازاي ده يا غريمي؟ سبته يضيع من ايدك ازاي ده يا غريمي؟ بس تسلم يا زميلي، تسلم على الواجب والجدعنه وبالرجوله. نص ملعب كما قال الكتاب. اهلا يا عم، الف مبروك لكل اخواتي وحبايبي الاهلاويه على الاداء قبل الفوز النهارده على المصري بنتيجه 4-0. والحقيقه الفيديو ده انا مش جاي اتكلم واشكر فيه في اداء لعيبه الاهلي، ولا جاي اشكر فيه كابتن باهر المحمدي على الطرد اللي لبسه وضيع بيه الماتش على المصري، لا. انا جاي اشكر الاستاذ في اداره المصري المسؤول عن التعاقد مع باهر المحمدي ده اساسا. باهر المحمدي ده بقاله كام سنه بيحاول يهبط الاسماعيلي ومش عارف، للاسف فشل في انه يهبط الاسماعيلي. واضح كده انه جاي وكله عزيمه واصرار انه يهبط المصري. برافو يا باهر يا ابو حزقه. بس انا عندي صداع، والله جالي صداع ودماغي مش قادر اسيطر عليها. جالي صداع من العظمه والجمال اللي كان في الجبهه الشمال بتاعه النادي الاهلي النهارده. رضا سليم، امام عاشور، وعلي معلول. يا جماله يا جماله على حلاوته على العظمه. رضا سليم وامام عاشور عاملين ثنائيه يا خرابي ياما. وانتوا هات ايه، باصات ايه، ترقصات ايه. ده ما كانش وضعهم هم بس، ده كان وضع معظم لعيبه الاهلي النهارده، لكن هم بالخصوص كانوا عاملين شغل عالي قوي واثبتوا تفوق على لعيبه المصري بشكل كبير جدا. لعيبه المصري الحقيقه انا ما شفتش منهم اي حاجه في الماتش ده غير ضرب. انا كنت حاسس ان هم نازلين عركه في خماره. عندهم الراجل رقم 6 سمير فكري ده بيخش على اللعيب وما يعرفش ان في كوره اساسا، هو ما بيجريش في الملعب ورا كوره، هو بيجري ورا لعيبه الاهلي. خد يا تعالى اجيبك. بيرسي تاو النهارده خرج مصاب، ربنا يطمنا عليه وان شاء الله يا رب تكون حاجه بسيطه، لانه عمل اداء برده جامد قوي في الجنب اليمين، استغل المساحات كويس قوي ومكمل في حاجاته ومحتاجاته اللي بيعملها من الموسم اللي فات، الكسره والعدله واللفه الموزه اللي في البعيده. زي ما قلت لك ومحدش يقدر ينكر ده، ان طرد باهر محمدي كان له دخل كبير في ان المصري يشيل 4 النهارده من الاهلي، لكن ده ما يمنعش ان الاهلي اداؤه النهارده كان هو الاداء اللي احنا كنا عايزين نشوفه الماتش اللي فات، هو ده الاداء اللي احنا عايزين نشوفه في بدايه الموسم. اداء مش اعلى حاجه ومش احسن حاجه، انما اداء مبشر ومنبئ ان الفرقه هنشوف منها اداء اسطوري السنه دي. الصفقات والتدعيم اللي حصل لفرقه الاهلي الموسم ده بيقول ان احنا لازم نشوف اداء تاريخي وموسم باذن الله يكون استثنائي. الكلام اللي انا بقوله لك ده واحنا اصلا طالعين من موسم استثنائي، فرقه الكوره في النادي الاهلي واخده الموسم اللي فات 5 بطولات، لكن احنا السنه دي عايزين نشوف اداء مبهر وممتع مع الفوز بال5 بطولات، ويا سلام بقى لو يبقوا 6 السنه دي. ها طبعا انت فهمت انا بتكلم عن ايه. بتكلم عن بطولة السوبر ليج الافريقي. لا ما دماغك ما تروحش لكاس العالم للانديه، ان شاء الله برضو كاس العالم للانديه نسعى وننافس فيها، انما هدف اساسي السنه دي مع بطوله افريقيا اللي هو هدفنا الطبيعي كل موسم، اننا لازم وباي شكل برضو نخلص بطوله السوبر ليج الافريقي دي ونكون اول فريق في التاريخ يحصل عليها. ويا صاحبي ما تكتفيش بالفرجه على الفيديو وخلاص، مش كل فيديو اخش الاقي لوكشه مشاهدات قد كده ومفيش ولا كومنت ولا حتى لايك لاخوك. خش كده لغيني اكتب لي في الكومنتات رايك في اداء الاهلي النهارده، توقعاتك لنتائج الاهلي الموسم دوت، اعمل شير وابعت الفيديو لاصحابك، روق عليا كده. يلا حبيب اخوك ما تنساش اللايك والشير. اشوفك بخير.